نظرات الآن. نعم ميمي إذا يتلقى بطاقة الصفراء. شوف ما في اعتراض أبدا. قبل أن تبدأ صافرة البداية الآن يأتي الظفر. عموما كرة اللعب الآن طويلة للأمام. يلي تتابع 199 هدف في بطولة الدوري، وربما أيضا تنتهي أصفار، وننتظر لمباراة العين والظفرة في مباراة الساهرة. دوجاي على أرضية ميدان دبل فجيرة وتعادل في مرة وحيدة فقط، فهل ينجح اليوم لكسر هذا الشيء أم لخرف؟ هنا محاولة الآن تتخلص هذه. في اللقاء الثاني خريبيني يسجل هاتريك للوحدة وينتصر بثلاثية، وهذه كرة يا ميمي عدت من أمامه لاعب من اللاعبين الخطيرين على فكرة، وهو هداف فريق دبل فجيرة. وعلى طاري الهدافين لاباكوجو في الصدارة ب 12. لاحظ هذه الكرة عدت من أمام مهند عنده 6 أهداف. حال كريم البركاوي أيضا اللاعب. طويلة وأمامية ترسل للأمام، جشك يبعدها. عادت من جديد الآن استلام من ميمي، لاعب خطير ميمي مر، ولكن بعد ذلك تبعد من أمامه. يضغط الآن فريق دبل فجيرة. محاولة لايف يرسل كرة الآن خطيرة، هذه خطيرة سايمون كابرال، ولكن أو مركزين للأمام ربما، أو مركز للأمام. الشارقة ب10 نقاط. يعود الملك وينتصر ايلتون فيليبي بالراس، ولكن الكرة الماضية تتخلص من أمامه. عبد الله خميس يرسل كرة طويلة للأمام. عبد الله خميس ترسل كرة طويلة للأمام الآن، تبعد هذه. برمان يكسب أيضا رمي التماس بذكاء. حتى الآن المباراة يعني ما ارتقت للمستوى اللي كنا نأمله. كرة اللعب الآن طويلة للأمام. مهند ما زالت المحاولة قائمة. شوف مهند علي وين هربان، لعيب يقف في أماكن. شوف تقدم مهند الآن يبحث عن تسديدة، سدد ولكن أيضا تتخلص. تصل الآن في منتصف الملعب. شوف التسديدات 3-2. هذه محاولة الآن ممكن يسدد بطايح. كرة تعود من جديد الآن. تاكاتشي يرسل كرة الآن. عبد الهيف في وسط الملعب، هتأخذ ميمي الآن. يا ميمي لو لعبت النظرات الآن تعود من جديد لمصلحة فينيسيوس. المباراة كرة تصل الآن باتجاه أحمد حمدان. اليوم طبعا يغيب عن خورفكان سليم مملاح بداعي الإصابة، ونعلم تماما بأن أيضا فريق دبل فجيرة فسخ عقد أيضا محمود المرضي بالتراضي فيما بين الاثنين. يا بنيت رابع بطاقة صفراء الآن. ميمي يبدو تلقى بطاقة صفراء، خلنا نشوف. نعم ميمي إذا يتلقى بطاقة صفراء، هذه رابع بطاقة صفراء في المباراة. شوف شو اللي صار، وين التدخل. هذه نعم. شوف ما في اعتراض ابد في اي شيء. اتمنى ان تطبق، انا شخصيا اتمناها. لا شايف 5 دقائق في مباراة ما فيها الا فرصتين، والفرصة وكرة عرضية ولكن السهلة ايضا خلصها خالد عبد الله. برمان في وسط الملعب، ميمي يضغط يخلص الكرة، يمر بشكل حلو الآن. ينتظر أيضا زملائه، يعيدها. الدفع في افتتاح مشواره في أولمبياد آسيا هناك بالمملكة العربية السعودية. كرة اللعب للأمام. هذه ميمي يدور عليها، ميمي يدور على هذه الكرات، ينسل من بين المدافعين ويبحث عن ضربة أولى. شوف هذه الكرة اللي تخلصت. تاكاتشي يقدم مباراة ممتازة الياباني. شوف الكرة، شوف ميمي حاول حتى اليوم
حتى قبل مباريات اليوم. 31 ركلة جزاء في دوري هندوك للمحترفين. هذه محاولة الآن، سايمون كابرال يتقدم، خطير كابرال، لا زالت تسديدة، جول. الله للهروب، مباراة الهروب. نعم، ديبال فجيرة يريد أن يهرب. يبغي يشرد من المراكز الأخيرة. ديبال فجيرة إذا يضرب، يسجل أول الأهداف الآن في هذه المباراة عن طريق سايمون كابرال. شوف كابرال، توغل كابرال، مر من الأول، تقدم، بعد ذلك قذيفة تصطاد أيضا في أكرم نقاش وتصل للمرمى. النواخذة يبحرون الآن بأول الأهداف في هذه المباراة، البحث عن النقطة التاسعة. نعم، يبحثون عن التاسعة، يتقدمون الآن بأول الأهداف. مباراة الهروب من له وهو خورفكان. كرة تعود من جديد، ميمي مع نقاش، سيطر على كورته، مع أيضا إياغو أوزفيدو، خلصها بشكل حلو، صافرة وخطأ الآن. هذه ميمي بخبرته الآن يكسب خطأ في هذه اللحظات. عبد الله النقبي عنده بطاقة صفراء. الشوط الأول شهد 4 بطاقات صفراء، 3 كانت لديبال فجيرة. كرة تعود من جديد، يضغط ميمي. البات اللي انا اكرهها، اكرهها، ما احبها نهائيا. وين الاصابة يا اخي؟ جاري واللوري يجري وكرة تبعد من امامه. دفاع، تنظيم عالي جدا. نعم، وقع بالمحظور كعجمان. حتى الان النتيجة ذاتها مستمرة في الشوط الاول، 3 للجزيرة لا شيء لعجمان. وهنا ميمي، هنا الاستلام وتصل لكابرال. سايمون كابرال يصول ويجول ويتألق بشيء معقول في هذه المباراة. يقولون بأن ركلة الجزاء 95 إلى 97 98% تكون مؤكدة. 3 يا تكسب يا تخسر. 6 ركنيات، 4 لخورفكان، ركنيتين لدبا. تتخلص هذه الضغط. الآن سميت مباراة الشردة في الشوط الأول، مباراة الشردة. فهل يشرد ديبال فجيرة؟ ميمي أولو مر، لكن برافو للنقاش.